السلام عليكم يا شباب. رسالة النهاردة عن صحابي جليل اسمه ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. ثوبان ما كانش ينفع ينام إلا ولازم إما إنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو إن لازم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان لازم كل يوم. وفي يوم من الأيام ثوبان ذهب إلى بيته وهو حزين حزن شديد جدا لأنه ما عرفش يشوف النبي. تاني يوم النبي شافه ولقى على وجه ثوبان حزن شديد جدا ووجهه محمر جدا من الحزن، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ثوبان لما أنت حزين؟ فقال ثوبان: يا رسول الله، تذكرت الموت والآخرة، وعلمت يا رسول الله أن منزلتك في الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين، أما أنا وإن دخلت الجنة يا رسول الله فمنزلتي أقل من منزلتك، فعلمت أنني يا رسول الله لم أرك في الجنة. شفتوا حزن ثوبان كان على إيه؟ على إنه مش هيعرف يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا هيكون الرفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام من رب العباد ينقل آيات بينات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبرها لثوبان. هذه الآيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار على مسامع الخلق إلى يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ولما سمع ثوبان الآيات البينات من النبي صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا شديدا سبحان الله، وأصبح ثوبان يفتخر بهذه الآيات إلى يوم الممات، لأنه كان يعلم أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حب ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي رسالة لي وليك، لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتحب النبي وانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نعمل زي ثوبان، ان احنا لازم نأتمر بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الله عز وجل، ولازم ننتهي عمن نهى الله عز وجل وعمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لازم يطيع الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.